في زمن كان فيه الإيمان قد يكلف الإنسان حياته، ظهرت فتاة شابة اسمها تكلا لتكتب بقوة إيمانها قصة لا ينساها التاريخ. ولدت تكلا في مدينة أيقونية وسط عائلة نبيلة ومن أشراف المدينة. كانت جميلة رقيقة الخلق وحياتها تبدو مرسومة بوضوح، زواج قريب وحياة هادئة بين أهلها. لكن في يوم ما وصل إلى المدينة رجل يحمل رسالة غيرت التاريخ. إنه بولس الرسول. وقفت تكلا تستمع إلى كلماته عن المسيح، عن الإيمان، عن الحياة الجديدة، وكانت كل كلمة تدخل قلبها كالنور. وفي تلك اللحظة تغير كل شيء. لم تعد تكلا ترى حياتها كما كانت. آمنت بالمسيح وتعمدت، ثم اتخذت قرارا جريئا لم يتوقعه أحد. قررت أن تكرس حياتها بالكامل لله، لكن هذا القرار كان كافيا ليقلب حياتها رأسا على عقب. غضبت أمها واشتكتها إلى حاكم المدينة، وسرعان ما تحولت الفتاة الهادئة إلى متهمة أمام المحكمة. صدر الحكم القاسي أن تلقى في النار. تجمع الناس يشاهدون المشهد. اشتعلت النيران وارتفعت ألسنة اللهب حولها، لكن فجأة تلبدت السماء بالغيوم، وانهمر المطر بغزارة، وانطفأت النار أمام أعين الجميع. وخرجت تكلا سالمة، هربت من المدينة ولحقت ببولس الرسول وسافرت معه إلى أنطاكية. لكن التجارب لم تنتهي بعد. هناك افتتن أحد وجهاء المدينة بجمالها، وحين رفضته اتهمها أمام الوالي. فصدر حكم آخر أن تلقى للوحوش في ساحة المدينة. دخلت تكلا الساحة والجماهير تترقب النهاية. أطلقت الوحوش نحوها، لكنها توقفت. لم تهاجمها، لم تلمسها، بل بدت وكأنها خضعت لقوة غير مرئية. كرروا الأمر مرة ثم مرة أخرى، لكن المعجزة تكررت حتى احتار الوالي وأمر بإطلاق سراحها. لم تنتهي قصة تكلا عند النجاة، بل بدأت رسالتها. عادت إلى مدينتها وأخذت تبشر الناس بالإيمان بالمسيح. ثم عاشت سنوات طويلة في الصلاة والخلوة، ومنحها الرب موهبة شفاء المرضى. وكان الناس يأتون من أماكن بعيدة طالبين البركة والشفاء. وعاشت هذه المرأة التي تحدت النار والوحوش والاضطهاد حتى بلغت 90 من عمرها، وفي هدوء بعد حياة مليئة بالإيمان والجهاد رقدت في الرب. لكن قد يتساءل البعض: لماذا تدعى القديسة تكلا شهيدة رغم أنها لم تستشهد بالسيف؟ لأن الشهادة ليست في الموت فقط، بل في الاستعداد له. لقد واجهت النار والوحوش والأفاعي، وكانت مستعدة أن تبذل حياتها لأجل المسيح، ولهذا لقبتها الكنيسة أولى الشهيدات. لكن قصة تكلا لم تنتهي، لأن التاريخ ما زال يذكرها حتى اليوم كامرأة أثبتت للعالم أن الإيمان الحقيقي يمكنه أن يهزم النار، وأن يوقف الوحوش، وأن يغير حياة إنسان إلى الأبد. بعض الناس يعيشون حياة عادية، لكن القليل منهم يكتبون قصة إيمان لا ينساها التاريخ. إذا عجبتك القصة تابعنا، سيب تعليق وشارك الفيديو. خليه ينور قلوب تانية. مون جيسو.